أقول في المقال: مع كل مجزرة في حكمه السعيد يرفعونه درجة، حتى يكاد أحدهم أن يخلع عليه صفة النبوة وينزله منزلة الرسل، ليكتب بدماء شهداء مجزرة المنصة أنه أكبر من أن يكون رئيسا. لقد وصل معدل القتل في عصره الميمون إلى ما يقرب من 9 شهداء يوميا، لذا لم أجد ما يصلح لتقديم التحية الواجبة للقيصر الجديد سوى كلمات وجهتها للقيصر القديم صبيحة موقعة الجمل 3 فبراير 2011 بالعنوان المنشور أعلاه: على جثثنا أيها القيصر، مع الوضع في الاعتبار أن موقعة الجمل كانت لعب عيال مقارنة بالأرقام غير المسبوقة في حصد الأرواح هذه الأيام. انعم بطيب الإقامة ورغد العيش فوق جثثنا، استمر شهورا وسنوات أخرى، واشرب نخب سلطتك من جماجم شعبك. هل أعجبك المذاق؟ هل أعجبك المذاق؟ اشرب أكثر واستمتع. فداؤك ألف مصر ومصر، فداؤك ألف شعب وشعب. المهم أن تستمر وتبقى وتحيا فوق أجساد بناتنا وأمهاتنا. واصل لعبتك المجنونة، مارس رقصتك الأخيرة، اصنع من جلودنا وعظامنا خشبة لمسرحك، وامشي فوق رقاب الجميع بنعليك. المهم أن تستمتع، نستحلفك بالله أن تستمتع وتواصل وتستمر. نحن كما تريد، خارطة قديمة لبلاد كانت، حرف ناقص في كلمة يختبر بها رجالك بذاءتهم، أو كلمة يبللون سبابتهم بلعابهم ويمحونها كل مساء. شعبك دمعة طارت ثم حطت على رمال الشاطئ البعيد، حزن أقام في خرابة يأتيها السادة كل ليلة لقضاء حاجتهم واقفين. شعبك وجع سائم جسده المنهك، بقايا دبابة معطوبة يلهو فوقها الغرباء المجرمون. موال حزين لم يعد يردده أحد، هشيم روح تكسرت، وطنك صار خرقة أكلتها الرطوبة، أو ما تبقى من صدر أنثى تنهشه الذئاب كل يوم. دمها الذي امتزج بالدمع فصار مثل برتقالة مثقوبة. هو البلاد المنكوبة والحكايات الغريبة. استمتع أكثر وانعم بطيب الإقامة. اشرب أيها القيصر وقل لي: هل أعجبك طعم دم شعبك؟ أتريد المزيد؟ أطلق مزيدا من كلاب الصيد، لا تزال هناك أكثر من فريسة. تخير ما شئت، اذبح واسلخ واملأ مزيدا من الجماجم بالدماء. اشرب سيدي واطرب. هذا ما كتبته في فبراير 2011، وكنت أتصور أنني أستطيع أن أعيد نشره في صباح 20 يوليو 2013، ولكن بناء على رأي المستشار القانوني كما اعتذرت صحيفتي المحترمة لم يتسنى نشر هذا المقال. يعني أنا أوجه هذه الكلمات لأي قيصر، لكل قيصر يستهين بدماء شعبه، لا يقيم وزنا لأرواح شعبه، يقضي على أجمل ما أنتجته ثورة 25 يناير من قيم ومكتسبات، وأنها أعادت الكرامة للإنسان المصري وللدم المصري. ولنتذكر أن ثورة يناير نقولها للمرة الألف انطلقت من صفحة اسمها كلنا خالد سعيد، طلبا للكرامة
وطلبا للعدالة وطلبا لاحترام آدمية البشر. نتذكر أنها كانت ثورة ضد الطوارئ وضد القمع وضد القهر وضد الدولة البوليسية وضد عسكرة الوجدان وعسكرة الحكم وعسكرة النخبة. كانت ثورة من أجل مصر المدنية الديمقراطية المتحضرة. هذا أو هؤلاء من وجهت لهم هذه الكلمات. أشير قبل أن أختم معكم إلى هؤلاء المغردين المحترفين الذين رددوا كثيرا وطويلا جدا شرعية النظام سقطت، مع كل مصاب يسقط في عصر محمد مرسي، مع كل شهيد سقط في عصر محمد مرسي. هذه المرة يبدو أن شرعية النظام صارت من فولاذ، صارت من صخر، صارت من حجر، بحيث لا يصح أن يطالب أحد بإسقاطها رغم كل هذه الدماء الغزيرة التي سالت وتسيل وسوف تسيل مرة أخرى. كل عام وأنتم بخير، وعزائي للأسر المنكوبة التي تستقبل عيدها هذا العام وقد فقدت ابنا أو أخا أو ابنة. وأوجه كلمة أخيرة للضمير العالمي وجهها الرائع صلاح جاهين بعد مجزرة بحر البقر عندما غنت شادية من كلماته: إيه رأيك في البقعة الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي، دل طفلة مصرية سمرة كانت من أشطر تلاميذي، دمها راسم زهرة، راسم راية ثورة، راسم وجه مؤامرة، راسم خلق جبابرة، راسم نار، راسم عار. إلى اللقاء.